السلام عليكم حبايب. بخصوص الطير اللي بيخوفه، الطير الأليف اللي شوية متروك صار بيخوفه، طلع برا القفص حبيبي. ساعة زمان الطير يجوع، ساعة واحدة وراها أبدي الأكل بهالطريقة، طلع له شوية شوية، لأن هذا الطير إذا هسه وخرت ايديه راح ياكل يشبع يطير بعد ما يعط عليه. فأنا أخليه بهالطريقة، شوية شوية ياكل الطير يرجع أليف وفول طينة. هذا للأمانة الطير أليف قفص، او نقول مثلا كان يعني طينه بس متروك. بهالطريقة اتعامل وياه. نقول لكم يا بالطير تجيبه بالاكل، مو بالله تجيبه بالاكل والطير خليته ساعة بالاكل وتجيب الاكل تخليه بيدك بسرعة تخليه ياكله. لا لا لا، شوية شوية طلع له، شوية شوية يظل على يديه اكثر فترة زمنية، فالطير راح يأمن قليبه. وهذا الطير للأمانة أليف قفص. وهسه اثبت لك الطير أليف قفص، راح اوخر يديه من يمه وراح اطيره، مو راح اتقرب عليه بلا اكيل الطير شنو ما راح يعطيني قرب بعد. شوف، خل اوقف الفيديو لانه راح فوق، بس اثبت لك هذا الكلام. تعال.